احنا ليه تايهين؟ اول خطوة عشان تحبي نفسك انك لازم تعرفي على نفسك. عمرك سألتي نفسك انا مين؟ انا بقى عملت الحكاية دي وسألت السؤال ده بالنيابة عنك. انا مين؟ والاجابة مش مجرد انا بنت فلان، انا مامة فلان، انا زوجة فلان، ولا بشتغل في الشركة الفلانية او في المكان الفلاني. ليه دايما بنحس طول الوقت ان احنا بنجري في ساقية في ساقية في ساقية، ودايما بنعمل كل حاجة لكل الناس، ووقت ما بنيجي عند نفسنا بننساها. انا عزة، ودي قناتي Know Yourself، اعرفي نفسك. والنهاردة انا جاية علشان اخليكي واقولك انك اهم شخص في حياتك، وحابة انك تعرفي على نفسك وتحبيها وتتعرفي عليها من جديد. خليكي معايا، مش هتندمي. بعد ما جاوبنا على سؤال انا مين، دلوقتي في سؤال مهم: احنا عايشين لمين؟ السوشيال ميديا. بص يا ستي، السوشيال ميديا خلتنا طول الوقت بنقارن حياتنا بحياة ناس تانية. بقينا نقول عايزين حياتنا تبقى بيرفكت زيهم. حياة مش موجودة، مش واقعية. عايزين كل حاجة تبقى زي ما هي، بس في الحقيقة ان مفيش حد كامل. وانك تعرفي نفسك بتبدأ بحاجة، بتبدأ بسؤال، بتبدأ بجملة، وجملة واضحة وصريحة: أنا مش لازم أكون كاملة عشان أكون غالية، لأن الكمال لله وحده. بس الأكيد إن أنتي غالية. أنتي غالية ولا مش غالية؟ أنتي غالية، وخليكي فاكرة وهتتأكدي من كده. خليكي معايا. أنتي عمالة تقولي يا عزة اعرفي نفسك، know yourself، اعرفي نفسك. طيب يعني ايه اعرفي نفسك؟ الموضوع مش موضوع نظري، موضوع كلام تنمية بشرية وخلاص. يعني اعرف نفسي يعني اعرف ايه اللي يفرحني بجد، ايه اللي بيستنزف طاقتي، ليه اوافق على حاجات انا مش عاوزاها، ليه بعمل حاجات عشان محدش يزعل، ليه بعمل حاجة انا مش راضي عنها. بس لما تعرفي نفسك هتعرفي ترسمي حدود تخلي الكل فيها يحترمك. هي دي معنى اعرف نفسي. اعرف نفسي عشان اعرف ارسم حدود للي حواليا، اعرف اقول لا. كلمة لا هي اللي بتشكل شخصيتي. والكلام هنا مش للستات بس، وللبنات اللي لسه طالعين واللي لسه شخصيتهم بتتكون. اعرفي نفسك عشان تعرفي تقولي امتى وامتى لا، واعرفي من دلوقتي ازاي تحطي حدود عشان حياتك تمشي. واسمعي كلامي ومش هتندمي. ما تفكريش ان انا هسيبك كده في اخر الفيديو. لازم تمشي النهارده ومعاكي هوم ورك. الواجب اليوم بالنهارده بتاع النهارده ايه هو؟ عايزاكي يا ست البنات ويا ست الستات، النهارده وانت بتشربي كوبايه الشاي بتاعتك او فنجان القهوه بتاعك، تمسكي النوتة بتاعتك او الموبايل بتاعك وتكتبي لي فيه ايه هي اكتر حاجه بتعمليها وتحسي فيها ان هي انتي. الحاجه اللي بتعمليها وبتصرخ جواكي بتقول هي دي انا. مثال: حاجات بسيطه: الرسم،
الطبيخ، التمشية، القراية، اي حاجة بتحبيها بتعمليها بتعبر عنك، بتحسي انك انت لما بتعمليها هي دي اللي بتطلع الطاقة اللي جواكي، هي دي اللي بتخليكي انت. الحاجات البسيطة اللي بتعبر عننا، هو ده اللي انا عايزاكي تعمليه، هو ده واجب اليوم. ما تنسيش، هستنى منك تكتبيه، وهستناه في الفيديو اللي جاي. خلي بالكم انا شديدة قوي، بحب الواجب يتعمل. في نهاية الفيديو عايزة اقولك ان القناة دي معمولة علشانك، عشان نكبر مع بعض ونفهم نفسنا اكتر، ونبطل نكون قاسيين على نفسنا. لو حاسة ان الكلام ده لمس قلبك، دوسي لايك واشتركي في القناة، عشان لسه في حكايات كتير هنحكيها مع بعض. وقوليلي في الكومنتات ايه اكتر صفة بتحبيها في نفسك، بس محدش يعرفها غيرك. في الفيديو الجاي هقرا في الكومنتات وهنناقش مع بعض حكايات كتير، وانا هقول لكم اكتر صفة انا بحبها في نفسي. بحب القطط ودي سوكي. بحبكم كتير، وأقابلكم في الفيديو الجاي. سلام.